بقول أعقلها وتوكل. طبعا دي شيء لابد منه لما نعمل عملية الاستئناف ونخلص منها. إنما دي أمر طبيعي لازم ناخد حذرنا يعني، لأن طبعا اللي هيروح أو هيتاخد قبل ما الاستئناف يتعمل ما عادش طالع إلا في جلسة الاستئناف. الله أعلم هتبقى بعد شهر 2 3، ما نعرفش جلسة الاستئناف هتحدد إمتى. فعلى حسب بقى ربنا سبحانه وتعالى ما يقدر لهم. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كله هيبقى براءة إن شاء الله، وربنا يسهل بس ببركة دعواتكم إن شاء الله. ازيكم يا حبيبي. لكن انا مانيش قادره ان انا استوعب لو يوم واحد البيوت ده 7 بيوت كلهم فيهم اطفال، يعني الرجاله متجوزين ومخلفين، البنات متجوزين ومخلفين. 7 بيوت هيتخربوا، 7 بيوت عيالهم هيتدمروا ويشردوا. كل عيل فيهم في مدارس شكل، يعني ما هماش كلهم مثلا جنبي. كانت هاجر الاول كانت جنبي هنا، اتنقلت مع امها مودة، قعدت اولى وثانيه وثالثه معايا هنا، لا اولى وثانيه تقريبا، وقعدت سنتين هنا، ونقلت السنه اللي فاتت في بلدهم هناك عند ابوها. يعني لو كانوا جنبي حتى في المدارس، لكن انا كل عيل في جنبي. ده احنا دخنا قبل ما العيال يتنقلوا من المدارس دي، ارجع تاني ادوخ العيال تاني واجيبهم. ومين طفل مين اللي هيقدر يستغنى عن امه المده دي كلها؟ ده يعني شوفي، ايلين عندها 2.5 سنين، ماليكا عندها 2 سنين، اطفال لسه ما يعرفوش حاجه. اطفال مهما تعمل للطفل عمره، مهما يحب، مهما تعملي له. وانا عمري ما اثر طبعا هو وامهم موجوده او امهم مش موجوده، بس انا مهما اعمل لهم برضك امهم دي حاجه تانية. وكلنا عارفين ان الام ما بتتعوضش، دمار دمار. ومش عيل واحد، انا عن نفسي 5 تنفار، يعني 5 عيال، 3 بنات وأسماء وشريف واحمد، يعني 5. يعني 5 كتير عليا قوي قوي. يعني اقول ايه ولا اروح فين ولا اجي منين إن شاء الله ربنا ينجيهم، ولا اقول ايه؟ مش عارفه اقول ايه والله يا اولاد. مش عارفه عرفت اللي هي الهاجر ولا بنت اسماء. بنت اسماء اللي ما عندهاش في الدنيا كلها اغلى من امها. بنت اسماء اللي امها الدنيا كلها بالنسبه لي. جايه الموضوع جاي في ايام الامتحانات. هاجر تعليقها بامها دي حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. ربنا ينجيها لها ان شاء الله. هي طلعت كلهم من الدنيا كلها ما فتحتش عينيها الا على امها وعلينا. فاحنا حتى ما يا ريت قادرين نجيبها حتى في وسطنا ولا معانا. دول يا جماعه ربنا يقويني. اسالك اللطف فيه يا رب. فان شاء الله اسالك رد القضاء لن يحدث في كون الله الا ما اراد الله سبحانه وتعالى. الطف بي انا وعيالي يا رب. وبعدين زي ما الرسول قال لا يرد القدر الا الدعاء. فاحنا نتوسل الى الله سبحانه وتعالى ونلجا الى الله بالتوبه وباللجوء الى الله سبحانه وتعالى. نعترف ان لنا رب ينجي. لو عندك يقين ان فيه رب هينجي ان شاء الله هينجيك، طالما انت لا اذيت حد ولا ضررت حد ولا